بقول لك اخويا، انت يا معلم. معلش يا حب، ما خدتش بالي. مسحول في ايه كده؟ في خناقه دايره على مين اجمد، بابلو ولا ابيو؟ ده نوع برشام والبديل بتاعه ولا ايه؟ يعني مش فاهم. لا يا عم، دول اتنين رابرز. سيبك من الكلام ده. انت عامل ايه في حياتك؟ الترندات متراكمه عليا. لسه واقف في الترند بتاع ريمو بربري. ريمو بربري ارتبط بواحده تانية غير ريمو بربري. ده انت حالتك صعبه خالص. لا يا عم عادي. اهي ماشي. يعني اتكلمنا عن وضعك كده وانت بتقلب في فيديوز وقابلك فيديو ترند، مثلا واحد عامل بروبوزل في احلى مكان للبنت اللي بيحبها، وكم المشاعر اللي طالعه لك من الفيديو تخليك تقوم دلوقتي حالا تاخد قرض ب 2 مليون عشان تعمل زيه. لكن انت في الحقيقه مش عارف اكمل تمن الدبله اللي هتقدم بيه. حلو. يوم يظهر لك لايف لعيلين قاعدين يلموا في هدايا وكبس كبس وعد دولاراتك يا الطعميه. الحوار عاجبك لكن انت في الواقع بشتغل ورديتين ورا بعض عشان ألم المصاريف، وشاحن كارت فكة وتدخل بيه بيوت الناس، ومع كم العته اللي بتشوفه فمع الوقت عقلك هيخرب وبيألف الوضع. وكل ما تتفرج على فيديو حد بيفليكس بعضلاته او بعربيته او بهدومه او بحريمه تقوم انت شغال ريبوست ريبوست ريبوست. هو عادي يا معلم، خد راحتك، بس ال 15 جنيه اللي في جيبك عندهم علم بالكلام ده. انت عايز تقول ايه؟ بص يا اسطى، صلي على النبي. انت دماغك دلوقتي مليانه بافكار سلبيه بسبب كم المقارنات اللي بتعملها بينك وبين اللي بتشوفه، حتى لو انت مش بتقول او مش معترف بيه، لكن كفايه ان عقلك الباطن مصدقه ومهيئ الفكره دي ليك طول الوقت. طب والحل؟ الحل اننا نزود وقتنا في الواقع مش في المواقع. يعني ايه؟ يعني ركز على اهدافك في الحياه العمليه، طالما شغلك او تعليمك ملوش علاقه بالسوشيال ميديا. مش مقتنع قوي بان الكام ساعه اللي بضيعهم في السوشيال هيخربوا حياتي زي ما انت بتقول كده. انا شايف ان عايش عادي. لا مش عادي خالص، والموضوع مش واضح لك دلوقتي لانه تراكمي، وهتيجي لحظه وهتنصدم وتكتشف ان انت ما عندكش حياه. طب انا ممكن اوصل لكده لو عملت ايه؟ مثلا انك مثلا تهتم بمين انفصل عن مين ومين هيتجوز مين، كل ده على حساب حياتك اليوميه، او مثلا مين شرشح لمين ومين هيدس مين، وبرضه ده بتعمله على حساب وقتك مع عيلتك، او مثلا مين مسافر مع مين ومين بيعمل ايه، ده بيبقى على حساب وقت شغلك. انا عملت كل ده؟ ما بتكلمش عنك، انا بتكلم في العموم. والقصد يعني ان وقتك على السوشيال يبقى محسوب ويجي بفايده اكتر من انه ترفيه وتضييع وقت زي ما انت بتقول. وللعلم يعني انت هتتسأل على وقتك ده ضيعته في ايه. يعني اعمل ايه؟ ما الفيديوهات هي اللي بتظهر لي وبتسحل فيها غصب عني. خلاص يبقى تاخد الموضوع في صالحك. ما هو كل موقع من مواقع السوشيال ميديا ليها خوارزميه اللي هي بتحدد ايه اللي يظهر لك، وده على اساس وقتك اللي قضيته في مشاهدتك في نوع فيديوهات معين، فهيبدأ يركز انه يجيب لي الفيديوهات اللي بشوفها كتير. الله ينور عليك. طب وبعدين اعمل ايه؟ هو كده الموضوع في ايدك. زود وقتك في الفيديوهات اللي تنفعك وتحافظ على افكارك. اديني امثله: فيديوهات قرآن تريح اعصابك، بودكاست تاخد منها معلومه تفيدك، فيديوهات تعليميه تخص شغلك فتساعدك انك تطور فيه، فيديوهات عن حاجه تخص هوايتك. لما تحافظ على صلواتك هتعرف طريقك، وقتها هتحدد بنفسك هتتفرج على ايه. هيفرق معاك قوي في تفكيرك وفي حالتك النفسيه، وهتعرف انت عايز ايه.